عضلة ارنولد او عضلات البايسبس هي طبعا من العضلات الاساسيه في الدراع واللي بتديله الشكل القوي المميز اللي كلنا كشباب بنحبه. بس المفاجاه بقى انها مش العضلات الوحيده اللي موجوده في الدراع من قدام. هتقول لي جبت التايهه يعني، ما انا من جيش مصر الكلينيك بتاع العلم وعارف العضلات وعارف تشريحها ماشي ازاي بالظبط. هقول لك انا عارف، بس انا جاي اقول لك بقى الجديد في الفيديو ده. ان شاء الله هنعرف ازاي نستخدم البار عشان نبدا نستهدف عضلات الذراع الاماميه كلهم. هنعرف ايه هم العضلات دول تشريحيا شكلهم عامل ازاي. هنعرف الطريقه الصحيحه لعمل التمرين دوت وازاي نبدا نستخدم البار، ولو بنستخدمه بفتحه ضيقه او فتحه واسعه الموضوع دوت بيفرق معانا ازاي، لو بنستخدمه بماسكه مقلوبه او ماسكه معدوله ده يفرق معانا في ايه، وهنعرف الاخطاء الشائعه اللي بتحصل اثناء التمرين دوت، وهندي تقييم للتمرين دوت من حيث الكفاءه في استهداف العضلات ديت والسهوله في الاداء والامان. واكيد مش هسيبكم من غير ما اقول لكم ترشيحات للتمرين دوت ازاي تبداوا تدخلوه في روتين تمرينكم. انتوا بتشوفوا التمرين في السليم، يلا بينا. ايه العضلات المستهدفه اثناء تمرين البايسبس كيرل بالبار؟ التمرين دوت بيستهدف بطريقه اساسيه عضلات اللي بتتني الكوع، وهم الثلاث عضلات اساسيه. اول حاجه عندنا عضلات البايسبس، ودي بتنقسم وظيفيا لعضلتين، عضله بنسميها اللونج هيد او الراس الطويله لعضله البايسبس، والشورت هيد او الراس القصيره لعضلات البايسبس. تاني عضله عندنا بنسميها عضله البريكياليس. ثالث عضله عندنا بنسميها البريكيو ريدياليس. ايه بقى الطريقه الصحيحه لعمل التمرين؟ اول حاجه ومع الادوات احنا نستخدم حاجه من الاثنين، يا بار العادي او البار الزجزاج. طب ايه الفرق بين البار العادي والبار الزجزاج؟ اول حاجه في البار العادي ان هو بيشغل عضلات البايسبس صرف، يعني بيشغل عضلات البايسبس فقط تقريبا. طبعا مش معنى كده ان عضلات البريكياليس والبريكيوريدياليس مش شغالين، لا هم شغالين برضو، بس التركيز كله بيكون على عضلات الباي. طب ايه اللي يخلينا نستخدم البار الزجزاج عن البار العادي؟ اول حاجه لان البار الزجزاج مريح لبعض الناس، خاصه اللي عندهم مشاكل او بيعانوا من الام في مفصل الريست. تاني حاجه معانا بيدخل عضلات البريكياليس والبريكيوريدياليس في الحسبه اكتر، فبيكون بيشغل عضلات الدراع كلها مجتمعه مع بعض. فلو انت عايز تركز على عضلات الباي بس خليك في البار المستوي. تاني حاجه معانا وقفتك وانت بتعمل التمرين، هتقف عادي بس تكون فاتح رجلك شويه بحيث انها تكون مفتوحه اكتر قليلا من عرض كتافك. دوت هيديك سبورت او هيديك دعم كويس ويحسسك ان انت ثابت على الارض. الطريقه الثانيه في الوقوف ان انت ممكن تقف وتسند ظهرك على الحيطه عشان ظهرك ما يبداش يتمرجح اثناء التمرين. وارشح الطريقه الثانيه دي في حاله ان انت بتستخدم اوزان ثقيله، لانه بالشكل دوت هيدعم ظهرك اكتر ويحميك من الاصابات. ثالث حاجه مسكه البار، هتمرن بالبار ازاي سواء كان البار العادي او البار الزجزاج. عندي مسكتين، في المسكه الواسعه والمسكه الضيقه او بنسميها الوايد جريب والنارو جريب. الوايد جريب او المسكه الواسعه بتشغل لي جزء في عضله البايسبس بنسميه الشورت هيد او الراس الصغيره في عضله البايسبس. الراس الصغيره ديت هي اللي بتعمل عرض عضلات البايسبس وهي الجزء الداخلي من العضله. اما لو استخدمنا النارو جريب او المسكه الضيقه فاحنا بنستهدف اكتر عضلات اللونج هيد بتاعت البايسبس او الراس الطويله بتاعتها او الراس اللي موجوده بره والمسؤوله انها تعمل البيك بتاع الباي او الجزء المرتفع بتاع عضلات الباي بتاعتها. طبعا وباكد اكيد العضلتين او الراسين شغالين مع بعض في نفس التمرين، دي نفس العضله، لكن احنا بنقول حاجات تفاضل حاجات عن حاجات. برضه ممكن مسكه البار ناخدها من حته ثانيه، هي المسكه المقلوبه والمسكه المعدوله. المسكه المعدوله بالشكل دوت فهي بتركز على عضلات البايسبس بشكل اساسي جدا، لانها بتكون واخده الايد في وضع سوباينيشن، الوضع ده بالشكل ده كده. بمجرد ما بعمل السوباينيشن ده بس كده عضلات الباي بتشتغل اصلا اكتر، فلما اكون واخد الوضع ده وببدا اعمل تمرين فده بيفاضل اكتر عضلات البايسبس. وفي المسكه المقلوبه ودي اللي بتركز جدا جدا على عضلات البريكياليس وعضلات البريكيوريدياليس. رابع حاجه طريقه تحريك البار. انا عايزك وانت بترفع البار بتركز في البار على ريستك او كف ايدك مش على كوعك. انت كل هدفك ان انت ترفع كف ايدك ناحيه عينك او بتقربه عليك في حركه دائريه بالشكل اللي انت شايفه كده. ما تركزش على كوعك خالص لان مش عايزه يتحرك وانت بتتمرن. كل تركيزك على كف ايدك ان انت ماسك البار عايز تطلع بيه لفوق. سادس خطوه بتحاول تحافظ على كوعك ان يكون جنب جسمك قدر الامكان. سابع حاجه حاول تخلي حركه البار منتظمه قدر الامكان، بمعنى مثلا ما تطلعش بالراحه وتنزل بسرعه، لا حاول تخلي الموضوع منتظم وانت بتتمرن بدون ما تمرجح البار، يعني مش عايز البار يكون بيبدا يتمرجح منك. تامن خطوه والمهمه جدا معانا في كل التمرينات تقريبا وهي تنظيم التنفس. عايزك وانت طالع بالبار تطلع الزفير وانت نازل بالبار تاخد الشهيق. وبعد ما عرفنا الطريقه الصحيحه لعمل التمرين وقبل ما ندخل الاخطاء الشائعه، لو حابين تحجزوا استشارات اونلاين معايا شخصيا 30 دقيقه فيديو كول بنبقى فيه مع بعض، تبدا تستشيرني فيهم باي حاجه عندك تخصك بمجال العلاج الطبيعي او التمرينات او حتى التغذيه. طبعا لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الاستشارات هتلاقي التفاصيل بتاعتي تحت في الديسكربشن. ايه الاخطاء الشائعه في التمرين؟ اول حاجه بتمرجح البار اثناء التمرين ومش بتخلي الحركه منتظمه. ده بيحصل لانك مش منشف بطنك كويس او شايل وزن تقيل ومش ساند ظهرك على الحيطه. النتيجه هيحصل تحميل زايد على ظهرك وممكن يعرضك لاصابه، خلي بالك. الخطا الثاني هو ان كتافك بتبدا تلف لقدام نتيجه انك ممكن تكون شايل وزن تقيل
مش ساحب كتافك لورا ولتحت كويس، او ماسك ماسكه ضيقه قوي. ايه اللي هيحصل؟ ده هيحمل اكتر على اوتار كتفك، ممكن يعرضك لاصابه في الكتف، فخلي بالك. الحاجه الثالثه والاساسيه في اي تمرين، الخطا المشهور جدا ان انت تبقى كاتم نفسك اثناء التمرين، وهنا بقى ده بيحصل كتير قوي 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 مع التمرين دوت، ممكن لا قدر الله يعرضك لاصابه فتاء. وده ياخدنا نقطه التقييم بتاع التمرين. هنقيم التمرين من حيث الكفاءه في استهداف العضله والسهوله في الاداء والامان. بالنسبه للكفاءه في استهداف العضلات خاصه عضلات البايسبس، هدي التمرين دوت 10 من 10، لانه من افضل التمرينات اللي ممكن تعملها عشان تكبر او تقوي عضله البايسبس بتاعتك. بالنسبه للسهوله في الاداء فهدي التمرين دوت برده 10 من 10، لانه تمرين سهل جدا، سهل قوي ان انت تتقن الفورم بتاعه، ولو خدت بالك من شويه المحاذير الخفيفه هتعمله بشكل بيرفكت. اما بالنسبه للامان فهدي له 9.5 من 10، لانه هو لو انت عندك مشكله في ظهرك اوريدي، او بتمرجح البار، او مش ساند ظهرك كويس، او عضلات بطنك مش شاددها بشكل كويس، وما خدتش بالك من التراص على عمل التمرين، ممكن تحمل على ظهرك وكتافك شويه. وكده التقييم الكلي للتمرين يبقى 9.8 من 10. ترشيحاتي للتمرين دوت لازم تدخله في روتين تمريناتك بتاعه الدراع. انصح ان انت تعمله مجموعتين كلوز جريب ماسكه ضيقه، ومجموعتين وايد جريب ماسكه واسعه، مثلا في 12 عده لو انت هدفك ضخامه عضليه. واكيد لو عجبك الفيديو ما تنساناش في اللايك الجميل، وتشيره على اكبر نطاق عشان نقدر نفيد بيه اكبر قدر ممكن من الناس. ولو مش متابعنا على الانستجرام فانت فايتك كتير جدا جدا. ستوريز على طول اول باول يا جماعه، بنبدا نشارك مع بعض افكار، بنعمل اسئله واجوبه، حاجات كتير جدا. ولينكات طبعا السوشيال ميديا بتاعتنا كلها هتلاقوها تحت في الديسكربشن. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.